سلامات سلامات، صباح الفل. سلامات. موضوع النهاردة: ليه الراجل بيحب الست القادرة؟ ليه الستات الطيبات اللطيفات الهديات السكتات اللي ما بيعملوش مشاكل ملهمش حظ مع الرجالة، او الرجالة بتعاملهم معاملة مش طيبة؟ بلاش نقول كلام وحش. ليه الراجل بيحب الست القادرة؟ ليه الراجل ما بيقدرش وما بيحترمش الست اللطيفة اللي بتحبه واللي بتبذل علشانه؟ ليه الست الطيبة ملهاش حظ في الرجالة؟ الراجل بيحب الست القادرة في كتاب. وليه كمان الراجل بيخاف من الست اللي شخصيتها قوية؟ مش هقول بس ليه بيحب الست القادرة، لكن هقول كمان ليه الراجل بيخاف من الست اللي شخصيتها قوية، وايه مميزات الست اللي شخصيتها قوية، وايه مميزات الارتباط بيها، وايه عيوب الارتباط بيها، وليه الراجل بيخاف من الست اللي شخصيتها قوية. بقى في كتاب كتبته كاتبة يعني مش عربية، اسمها شيري. قالت ليه الراجل بيحب الست القادرة. يعني الموضوع مش عندنا احنا بس ولا في المجتمع العربي بس، دي حاجة عامة واضح انها موجودة في العالم كله. الكتاب صحيح بيناقش قيم مش موجودة في حياتنا، لأنه بيتكلم، أو المثال اللي ضربه مثال يعني يعتبر شاذ بالنسبة لحياتنا، لكن هي ضربت بيه المثال وهو مثال واضح، وأنا هقوله لكم. شيري قالت في الكتاب بتاعها إنها هتدي مثال لست قادرة قوية، وست تانية ضعيفة، أو اللي هي الست العادية اللي بتجيب آخرها. بقى قالت إن في بنتين، كل واحدة منهم عرفت شاب. أول بنت لما عرفت الشاب الأولاني، أو لما عرفت الشاب اللي اتعرفت عليه، عزمته في بيتها. وده عادي في الدول الأوروبية، هو صعب عندنا أو غير منطقي أو ما بيحصلش، لكن في الدول الأوروبية والأمريكية والأجنبية ده شيء عادي. لما عزمته على العشاء عندها، راحت طبخت المحمر والمشمر زي كده ما انتي تعملي محشي ومكرونه بشاميل وبط وحمام، وعملت كل الحلو كله، ومحمر ومشمر وغيره. وبعدين جاء الولد صاحبها، اتعشوا وانبسطوا وقضيت كله تمام، انبسطوا وكل حاجه حلوه، وقام ايه ماشي. هي في العزومه دي جابت اخرها، عملت كل حاجه اللي ما يعمل كله، كل حاجه ما خلتش حاجه، بهرته، انبهر فعلا، هو انبهر وقام اخد بعضه ومشي. البنت القادره بقى، او اللي شخصيتها قويه، لما عزمت صاحبها جابت كيسين شيبسي وعملت شويه بوب كورن فشار وعلبتين عصير، وشغلت فيلم وقعدوا اتفرجوا عليه وانبسطوا برضه وكل حاجه تمام، وروح. المره اللي بعدها لما جاء مع البنت الضعيفه اللي عملت المحمر والمشمر والبط والحمام وغيره، لما جاء وقت العزومه التانية او الويك اند اللي بعده، قام الولد طلب منها الحاجات اللي هو بيحبها. قالها بصي اعملي لي بقى مكرونه بشاميل، والبط كمان كان حلو، واعملي لي كذا واعملي لي كذا، والاكلات اللي هو بيحبها. اما الولد التاني او العلاقه التانية اللي فيها كانت البنت قويه، لما جاء وقت العزومه التانية الولد هو اللي عزمها بره. الولد هو اللي عزمها بره، ما استناش لما هي تعزمه. فليه هو الولد الاولاني طلب من البنت الضعيفه تعمل له الاصناف اللي هو بيحبها، والولد التاني اللي صاحب البنت القويه اللي عملت له بس البوب كورن راح هو عزمها بره؟ ده لان البنت الضعيفه جابت اخرها، ما خلتش حاجه لسه فاضله ما عملتهاش، هي عملت كل حاجه، وريته انها يعني بتعمل كل حاجه، بتعمل كل حاجه، قادره تعمل كل حاجه. اما البنت التانيه بنت عادي. لما جاء وقت العزومه اللي بعد كده، البنت القويه بعد شهرين 3 كده عزمته عندها في البيت، فقامت عملت شويه مكرونه. الولد بقى حس انها قد ايه تعبت علشانه،
وقد ايه بذلت مجهود كبير عشان ترحب بيه عشان شوية مكرونة. اما البنت التانية بعد شهرين 3 لما عملت عزومة وعملت فيها الحلو كله برضه، الولد قال لها لا، المسقعة دي ناقصها شوية ملح، والبط ده ما تحمرش شوية، كان عايز يقعد شوية كمان في الفرن، والمكرونة بشاميل كانت عايزة حتة قشطة زيادة. بقى بيعايب، بقى مش عاجبه، بقى فيه عنده انتقاد، ده حلو وده وحش وده ناقصه كذا وده كان المفروض تحطي عليه كذا. ليه؟ لأنها ادت أكتر من المفروض تديه. العطاء حلو والحب حلو، لكن كل حاجة المفروض يكون ليها معيار، كل حاجة المفروض يكون ليها مقدار. لو اديت كتير هتزعل، ولو اديت قليل هتزعل برضو. أي علاقة عبارة عن أخذ وعطاء، لازم تاخد قد اللي هتديه، ولازم تدي قد اللي هتاخده. لو فضلت تدي بس، تدي 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 زي البنت اللي عملت المحمر والمشمر في كتاب شيري، هتزهق، واللي قدامها كمان هيزهق من كتر اللي أخده، لأنه بياخد 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 بياخد، خلاص أخد كل حاجة. فضل عندك حاجة تديها لي؟ ما فضلش عندك حاجة، انت اديتيني كل حاجة. لو فضلت حاجة ما اديتهاليش هستنى عشان اخدها، هستنى عشان اشوف عندك ايه تديهولي. لكن مادام ما عندكيش حاجة تديهالي هستنى ايه؟ انا خدت كل حاجة. اما البنت القوية لسه عندها كتير، اول مرة عملت شيبس وبوب كورن، تاني مرة عملت مكرونة، لسه ما نعرفش عندها ايه، اكيد عندها حاجات تانية لسه ما ادتهاش. الولد ده هو بيديها، هو يعزمها مرة وهي تعزمه مرة. ليه بقى الرجالة بتخاف ترتبط من الست بست قوية؟ ليه الراجل دايما بيدور على ست ضعيفة مغلوبة على أمرها يرتبط بيها؟ من أكتر مخاوف الرجالة من الارتباط بست قوية هو إنه يفقد السيطرة. لأن زي ما الست القوية دي عندها مميزات، مثلا إنها تقدر تاخد مواقف في الحياة، إنها تقدر تسنده، تقف جنبه، تشيل عنه، تساعده، يبقى مطمن وهي بتعمل أي حاجة أو هي موجودة في أي مكان، ما يبقاش قلقان منها أو قلقان عليها. هي كمان هو كمان بيخاف إنها عندها ندية، عندها مواقف، عايزة تفهم كل حاجة، فبيخاف إن هو يفقد السيطرة. من الحاجات اللي بتخوف الراجل كمان من إنه يرتبط بست قوية، من الحاجات اللي بتخوف الراجل من إنه يرتبط بست قوية إنها عايزة تفهم كل حاجة، ما ينفعش يكذب عليها، عايزاه دايما يقول لها الحقيقة. من عيوب بقى الست القوية إنه ممكن الراجل علشان يقول لها الحقيقة، أو لما تيجي تواجهه بموقف أو تسأله على حاجة وما يقول لهاش يعني ويقول لها الحقيقة بس الحقيقة دي مش عاجباها أو مش على مزاجها أو الحقيقة دي هتزعلها، فتاخد موقف صعب قوي. أنا بقول لنفسي وبقول لكم إن لما الراجل يقولك الحقيقة اللي مش عاجباكي، حاولي تتفهميها أو تعديها أو يعني تتقبليها، لأنك لو ما تقبلتهاش أو حسستيه إن هو قال حاجة مش على مزاجك هيخاف تاني مرة، مش هيقولك الحقيقة. يبقى احنا كده علمنا بعض الكذب، علمنا بعض إن احنا ما نقولش لبعض الحقيقة. لازم تديله فرصة إنه يسامح، ان انت هتسامحيه، او ان انت عندك فرصه ان انت تقبلي الصراحه، او رغم ان الصراحه دي قاتله وبتوجع وبتزعل، وانا ما كنتش متوقعاها وانا ما كنتش عايزاها وما كنتش عارفه ان انت عملت كده او كده، لكن بدمك قلت الحقيقه خلاص. يعني خلي عندك فرصه تقبلي الحقيقه مهما كانت الحقيقه مش على مزاجك. الست القويه عندها مواقف، يعني بتعمل مواقف مهمة في الحياة. كنت سمعت عمرو حسني بيحكي عن سيدة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، توفى ابنها وكان زوجها لسه راجع من الحرب، فقالت للناس ما تقولولوش ان ابني توفى، وراحت غسلته ودفنته وعملت كل حاجة مطلوبة لابنها. وبعدين استقبلت جوزها
يعني اتوضبت واستقبلته زي ما المفروض تستقبله كل مرة، ودخلت واخدته وروحوا بيتهم وعاشوا حياتهم الطبيعية عادي. وبعد كده قالت له لو عندي جار واخدت منه حاجة والحاجة دي بتاعته هو، بس انا اخدتها وخليتها عندي، المفروض ارجعها له ولا اخدها خلاص؟ قال لها لا، مادامها بتاعت جارنا لازم نرجعها له، وما ينفعش ناخد حاجة مش بتاعتنا. قامت قالت له طيب انا عايزه اقول لك ان ربنا اخد وديعته، اخد ابننا. الراجل اتنرفز وقال لها انت ما قلتليش وكذا. والمهم راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اشتكى له منها انها حتى ما خلتهوش يشيل معاها، ما خلتهوش يعني يشيل معاها المشكله اللي حصلت، وده من قوه شخصيتها. فالرسول يعني اشاد بيها وكده. فالست القويه بتشيل عن الراجل وليها مميزات زي ستات كتير دلوقتي موجودين في حياتنا، بتوصل النادي وبتجيب من المدرسة وبتودي وبتشيل مسؤولية وبتعمل كل الحاجات. أنا عايزة أقول للست اللي بتعمل كل الحاجات دي إن الراجل في طبعه خلقته إن هو القوامة، والقوامة دي جزء كبير منها هو الخدمة، إنه يخدمك. يعني حتى لو كنتي قادرة تعملي الحاجة وسهل عليكي قوي ان انتي تعمليها وما عندكيش مشكله ابدا في انك تروحي كل المشاوير وتروحي كل حته بتتراح وتعملي كل حاجه للولاد ولنفسك وكده، ضروري ان انتي تطلبي منه، اطلبي منه الحاجه، اطلبيها حتى لو انتي بتعرفي تعمليها، حتى لو انتي قادره تعمليها وما عندكيش اي مشكله في ان انتي تعمليها، اطلبي منه. الراجل هيبقى سعيد لما يحس ان انتي ممتنه انه عملك حاجه مش قادره تعمليها، هيبقى سعيد لما يحس انه ساعدك، انه قادر يشيل عنك. الراجل هيبقى مبسوط لما يعرف انه ليه دور في حياتك، دور مهم، ومهم قوي انك تحسسيه بالامتنان. احنا في حياتنا مع بعض، يعني لما بنيجي نتجوز بعض كل واحد بيكون فيه اللي مكفيه. انا عندي اللي بيوجعني ومخاوفي وشيلتي وظروفي وكل الحاجات، وهو كمان عنده كل الحاجات اللي تعباه ومشاكله وشغله. لما بنيجي عايزين نبقى مع بعض، انا عايزه شريك او هو عايز شريكه، ليه؟ زي ما انا محتاجه حد يشيل عني ويحبني ويطبطب عليا ويسندني، هو كمان محتاج حد يشيل عنه ويسنده ويحبه ويطبطب عليه. تصوري ان جوزك جه قالك انا عندي كذا مشاكل في الشغل وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وانت كنتي موافقه على كل حاجه بيقولها، مش معترضه على حاجه ولا عندك مشكله في اي حاجه من الحاجات اللي هو بيقولها. كل ما يقولك حاجه تقولي له اه صح، اللي بتقوله صح، رايك صح، كله صح كله صح كله صح. هيقولك تاني؟ حطي نفسك مكانه. لو انت بتحكي له عن حاجه وفضل كل حاجه يقولك تقولي له عليها، يقولك اه تمام ها، هتقولي له على حاجه تاني؟ ما هو ملوش فايده، هو ما بيقولكيش راي. انت مهما قلتي له ما بيقولكيش راي، مهما حكيتي له ما بيفيدكيش ولا بمعلومه ولا براي، ولا بيقولك ده صح ولا غلط ولا اللي عملتيه ايه، ولا هو كل حاجه زي ما انت محتاجه رايه ومحتاجاه يبقى معاكي ومحتاجه ان حد يسمعك ويقولك وتقولي له، هو كمان محتاج كده. ما ينفعش كل حاجه صح تمام، زي ايه تمام يا سي السيد، صح يا سي السيد، كل اللي بتقوله حلو يا سي السيد. ما ينفعش كده، لازم زي ما بتقولي له وعايزاه يسمعك وعايزاه يقولك رايه وعايزاه يتشارك معاكي في الراي، انت كمان لازم تتشاركي معاه في الراي، وتشاركي معاه وتديله فرصه يحكي لك عن كل حاجه، يقولك على الحاجات الحلوه ويقولك على الحاجات الوحشه، ويبقى عندك استعداد انك تسمعي، تسمعي وتستقبلي، حتى لو كان الكلام مش على مزاجك، حتى لو كان الكلام ضد رغبتك، حتى لو كان الكلام بيوجع او بيزعل. الفرصة ان انت تسامحي او الفرصة ان انت تستقبلي الكلام اللي هو بيقوله لك ده هيخليه يقول لك تاني ويحكي لك تاني. المهم ان العلاقة ما يكونش فيها اذى، انا معاك علشان تبقى معايا عشان تريحني، وانت معايا عشان اريحك وابقى معاك، من غير ما انت تأذيني ولا انا اذيك. نرجع بقى للست القادرة.
ليه الراجل بيحب الست القادرة وما بيحبش الست الضعيفة؟ الراجل بيتجوز الست الضعيفة علشان عايز يسيطر عليها، ومش عايز وجع دماغ، ومش عايز مشاكل، ومش عايز حد يفضل يقوله رحت وجيت وعملت وعايزين وبتاع. حياتك ست قادرة بتسعى انها تقضي معاك كواليتي تايم، يعني عايزاك تبقى موجود في حياتها بجد، بتسعى ان انت تقعد معاها فعلا، مهتمة بوجودك الحقيقي في حياتها. ابذل انت كمان. انا عارفة ان الراجل بيتساحل علشان يجيب الرزق لبيته ولحياته وشغله وكده، وممكن ما ياخدش باله او ما يهتمش لما الست تيجي تتقرب منه، تقرب حقيقي، يعني ان هم يقعدوا مع بعض او كده. لكن مهم قوي لعلاقتك، زي ما انا قلت ان انت محتاج الست زي ما هي محتاجاك، ان انت تقعد معاها، يبقى عندكم كواليتي تايم، كوبايه شاي في البلكونه، نص ساعة ولا ساعة في اليوم، مشوار بتتمشوه مع بعض الصبح ولا بالليل، قاعدة في العربية حتى لو كنت بتوصلها الشغل ولا بتجيبها من مشوار ولا كده، يكون فيها كلام حقيقي عنك وعنها، عن علاقتكم، عن ذكرياتكم. وقصة ان انتوا تبقوا بتعملوا ذكريات حقيقية مع بعض، دي حاجة حلوة قوي ومهمة قوي قوي قوي، ان يبقى عندك انت وزوجتك ذكريات حقيقية تصنعوها مع بعضكم. هتصنعوها ازاي لو ما كانش عندكم وقت يعني ليه جودة، او وقت فيه محبة وفيه ود وفيه حميمية مع بعضكم؟ اخلقوا الوقت ده علشان تنبسطوا بحياتكم. وهقول لكم ان حياتنا قصيرة وملهاش اعادة، وخلوا السعادة دايما عادة. صباح الفل عليكم كلكم ويومكم سعيد، واتمنى لكم كلكم كل خير. وانتبهوا، الست القوية عندها مميزات وبتشيل كتير عن الراجل. نفسي كلكم تكونوا مع ست قوية، ونفسي كل ست ضعيفة تبقى ست قوية. اعرفي ان الراجل محتاجك زي ما انتي محتاجاه، محتاج لقوتك، محتاج لدعمك ليه زي ما انتي محتاجة الدعم ده، هو كمان محتاج. ملهاش إعادة، وخلوا السعادة دايما عادة. سلام.